السؤال الاول، كنت استحق تدريب الاهلي في كاس العالم للانديه؟ لا. اتمنى. تتمنى، ماشي، حلو، هنضيفها دي. ماشي. ده من اولها. اللي بعده، رفضت العمل كمساعد في الجهاز الفني الجديد بقياده تروب؟ لا. اهو الراجل لسه قايل اصلا يعني. اللي بعده، اخطات بسبب الدفع بزيزو في مباراه امبي رغم شكوى من اصابه، نعم ام لا؟ لا برضه. لا. ماشي. اللي بعده، وقاية سياسه الدور في مركز حراسه المرمى بين شوبير والشناوي، نعم ام لا؟ سياسه الدور. ده ماتش وده ماتش، ده ماتشين وده ماتش، ده 3 ماتشات وده ماتش. انا ليا راي لو سريعا، انا قلت برضه الشناوي. ده بطوله وده بطوله. ممكن كنت هتقول كده. ده بطوله وده بطوله. ماشي. مين اللي يلعب البطوله دي ومين اللي يلعب البطوله دي؟ لا، دي بقى ترجع بقى للمدير الفني بعد كده. ماشي. اللي بعده، لكن الاثنين كفايه بسم الله ما شاء الله يعني. اللي بعده، كنت صاحب قرار رحيل يحيى عطيه الله عن الاهلي، نعم ام لا؟ لا. اللي بعده، ريبيرو اقل مدرب فنيا تعاملت معاه في مشواري الكروي، نعم ام لا؟ لا. في حد اقل منه؟ لا، هو مش قليل. لا، هو مش قليل اصلا. ماشي. اللي بعده، الانسب دائما للاهلي المدرب الاجنبي، نعم ام لا؟ نعم. ماشي. السؤال اللي بعده، ريبيرو كان يرفض مشاركه احمد عبد القادر في تدريبات الاهلي الجماعيه؟ نعم. هو اللي كان بيرفض. ها؟ خطأ في التشخيص هو السبب في طول فتره اصابه شكري وكريم فؤاد، نعم ام لا؟ لا، مش خطأ في التشخيص. ماشي. اللي بعده، افضل رحيل اشرف داري عن الاهلي بسبب الاصابات المتكرره، نعم ام لا؟ هو ده ممكن يبقى سؤال صعب، ده اصعب سؤال بالنسبه لي. ده اصعب سؤال بالنسبه لي عشان هو كواليتي عالي. طبعا. فانت صعبان عليك الاصابات اللي بتعرضها. بس. اللي بعده، مصطفى محمد الانسب لتعويض وسام ابو علي في هجوم الاهلي زي ما الناس ما بتقول، نعم ام لا؟ بالنسبه لنا نعم. اللي بعده، الجهاز الطبي يتحمل المسؤوليه في اصابات بعض اللاعبين، نعم ام لا؟ لا. اللي بعده، البعض داخل الاهلي لامني بسبب تصريحاتي عن اصابه زيزو امام امبي، نعم ام لا؟ هل حصل لا. اللي بعده، ملف الاجانب في الاهلي يحتاج مراجعه ورحيل بعض اللاعبين، نعم ام لا؟ في الوقت الحالي هو اي ملف المفروض في كل وقت للمحترفين لازم يتراجع، لكن انا بشوف ان المحترفين اللي موجودين كلهم بسم الله ما شاء الله. اكتر معانا منه الاهلي في مونديال الانديه سوء التوفيق، رعونه بعض اللاعبين، اداره ريبيرو للمباريات. سوء التوفيق. اللي بعده، سبب تراجع دفاع الاهلي، الاصابات، جوده بعض اللاعبين، عدم تعويض لاعب بجوده عبد المنعم. لا، الاصابات. اللي بعده، مع ان عبد المنعم اكيد هو في متعوض طبعا، بس طبعا عبد المنعم يعني برضه كواليتي مختلف يعني. الصفقه الاهم للاهلي في اخر 5 سنوات، زيزو، امام عاشور، بن رمضان. الثلاثه ما فيش حد فيهم بالنسبه لي على حساب حد. طب نرتب منهم مين رقم؟ لا، هم مش هقول ان هم كده مترتبين، لو حطيت اي حد مكان اي حد هو ده الترتيب. لاعب لم يكن يستحق الرحيل عن الاهلي، علي معلول، السوليه، يحيى عطيه الله. ده اخر سؤال. احنا قلنا بدل النادي خد قرار فخلاص. لو فيهم حد ينفع يرجع يا ريت يعني. الحل الامثل لمشكله الظهير الايسر للاهلي، كوكا، شكري، ولا التعاقد مع ظهير ايسر جديد؟ ممكن شكري يغطي المكان ده، وده اللي انا بتمناه، ووجود كمان كوكا، ووجود كمان كريم فؤاد.